طلبة التالتة اعدادي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بيكم حبيب قلبي في كل مكان. عاملين ايه؟ وحشتونا كتير جدا جدا. يا رب دايما في خير وزي الفل. النهارده يا صديقي من غير مقدمات كتير هندردش انا وانت في حل اسئلة الدرس الرابع عندنا في التاريخ، وبيتكلم عن مصر والنزاع العربي الاسرائيلي. يلا نسمي الله ونتوكل عليه ونبدأ. بسم الله. بديل اول سؤال بيقول لي اكمل العبارات التالية بالكلمات المناسبة. تم رفع العلم المصري سنة 1982 فوق شبه جزيرة سيناء بعد ساعتها، ويخرج عن ذلك منطقة. ايه المنطقة اللي ما خدناهاش؟ سنة 1982 طبعا عندنا منطقة طابة. اللي بعده، عقد مؤتمر نقط للسلام سنة 1991 في اسبانيا. من اسمه في اسبانيا بقى العاصمة، برافو عليك، مدريد. مؤتمر مدريد للسلام. 3. عقدت اتفاقية اوسلو سنة 1993 بين اسرائيل ونقط. الاتفاقية دي تم عقدها بين اسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية. منظمة التحرير الفلسطينية. اللي بعده، اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين. تم عقد اجتماعات بين الطرفين المصري والإسرائيلي في كامب ديفيد بدولة، كامب ديفيد دي طبعا بدولة الولايات المتحدة الأمريكية. اللي بعده، تم التوصل إلى وضع إطار اتفاق للسلام بين مصر وإسرائيل في نقط. إطار للسلام أو اتفاقية للسلام دي تم وضعها في مؤتمر كامب ديفيد بالولايات المتحدة الأمريكية. اللي بعده بيقول لي جاءت أولى خطوات السلام في المنطقة العربية بعد حرب أكتوبر بدعوة من. أول خطوة جت عشان نعمل سلام كانت دعوة من مين؟ من الأمم المتحدة ولا الولايات ولا مصر ولا إسرائيل؟ لو متسرع جدا يا صديقي هنختار الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن الخطوة الأولى جت من مصر عندما قرر الرئيس السادات زيارة إسرائيل في الزيارة التاريخية سنة 1977. يبقى البداية جت من عندنا من مصر، يبقى هنا الإجابة مصر. اللي بعده، الدولة التي استجابت لدعوة الرئيس السادات عندما دعا العالم كله إلى مساندته في التطلع للسلام بعد حرب أكتوبر. مين الدولة اللي استجابت ودعته هو؟ وكمان عندنا رئيس الوزراء الإسرائيلي ملاحم بيجن العقد مفاوضات في كامب ديفيد. عندنا دولة الولايات المتحدة الأمريكية، والرئيس بتاعها في الوقت ده كان اسمه الرئيس كارتر. يبقى عندنا الولايات المتحدة الأمريكية هي اللي استجابت. كانت ثاني خطوات السعي إلى حل الصراع العربي الإسرائيلي بعد حرب أكتوبر. ركز قوي. يبقى أول خطوة قامت بها مصر الرئيس السادات. تاني خطوة بعد حرب أكتوبر على يد رئيس، طبعا رئيس برضو الولايات المتحدة الأمريكية كارتر. اللي بعده، ظهر التفكير للبدء بمفاوضات للحكم الذاتي الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة. من خلال امتى بدأنا نفكر في حكم ذاتي؟ يعني الفلسطينيين يحكموا نفسهم في القطاع غزة والضفة الغربية. في قرار مجلس الأمن رقم 242، في قرار مجلس الأمن رقم 338، في معاهدة السلام، في حكم هيئة التحكيم الدولي. طبعا في معاهدة السلام كان في بند بيقول البدء بمفاوضات لإنشاء حكم ذاتي للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة. اللي بعده، تعد نواة أساسية لتحقيق السلام وإنهاء الصراع العربي الإسرائيلي طبعا هي زيارة رئيس مصر لإسرائيل. دي النواة، دي الأساس، دي البداية. استطاعت مصر استرداد معظم سيناء عن طريق طبعا المعاهدات الرسمية. احنا خدنا جزء قليل قوي من سيناء بالحرب في حرب أكتوبر، ولكن الجزء الأكبر خدناه بالمعاهدات، بين قوسين كده معاهدة السلام. عادت السيادة المصرية على كامل أراضيها بعد استرداد مصر طبعا لطابة سنة 1989. تأكدت الدعوة لمبدأ الأرض مقابل السلام بين العرب وإسرائيل من خلال مؤتمر اسمه مؤتمر مدريد سنة 1991. يبقى مؤتمر مدريد. اللي بعده، حدثت مفاوضات فلسطينية إسرائيلية، والمفاوضات دي بعد مؤتمر مدريد برعاية الولايات المتحدة الأمريكية. عندنا مفاوضات كانت سرية بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية برعاية الولايات المتحدة الأمريكية، وكمان تم عمل معاهدة أوسلو وتأكد في واشنطن سنة 1993. تم توقيع اتفاقية أوسلو سنة 1993 في مدينة، قلنا لسه هنا في مدينة واشنطن. تم عقد اتفاقية أوسلو نتيجة لمين؟ معاهدة السلام، مؤتمر مدريد التحكيم الدولي، مؤتمر كامب ديفيد، طبعا مؤتمر مدريد للسلام. اللي بعده، اكتب كلمة
صواب امام العباره الصحيحه وكلمه خطا امام العباره غير الصحيحه مع التصويب. نصوب. دعت مبادرات الرئيس السادات الى السلام العادل لكل شعوب المنطقه. هي طبعا دعت الى السلام العادل للكل. كانت معاهده السلام بين مصر واسرائيل بمشاركه ورعايه اسبانيا. تقول لي لا يا مستر، بمشاركه ورعايه الولايات المتحده الامريكيه. اللي بعده، تغيرت السياسه المصريه نحو انهاء الصراع العربي الاسرائيلي عقب عقد مؤتمر كامب ديفيد. تقول لي لا يا مستر غلط. تعال نفهم واحده واحده السؤال. يعني ايه تغيرت السياسه المصريه؟ يعني السياسه بتاعتنا كانت ماشيه في اتجاه الحرب، من حرب الاستنزاف ثم مرورا بحرب اكتوبر العظيمه. ولكن امتى السياسه بتاعتنا اتغيرت؟ وبدل ما نجيب حقنا بالعافيه والقوه العسكريه ممكن نجيب المفاوضات بعد حرب اكتوبر، لما الرئيس السادات قال لك انا هعمل مبادره وازور اسرائيل. يبقى تغيرت السياسه المصريه يا صديقي نحو انهاء الصراع العربي الاسرائيلي عقب حرب اكتوبر 1973، مش مؤتمر مدريد او كامب ديفيد. يبقى عقب حرب اكتوبر 1973. اللي بعده، تحقق الانسحاب الاسرائيلي الكامل من سيناء في 25 ابريل 1982. نقول له غلط، مش الكامل، نقول له ما عدا طابة يا مستر، مش الكامل. استعادة مصر طابة من اسرائيل عن طريق قرار مجلس الامن. طبعا مش قرار مجلس الامن. امال ازاي خدنا طابة يا مستر؟ من خلال التحكيم الدولي او من خلال محكمة العدل الدولية. يبقى عن طريق قرار محكمة العدل الدولية، ورجعت لينا في 89. اللي بعده، عقد مؤتمر مدريد للسلام برعاية كل من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي سابقا. طبعا صح، اللي هي روسيا حاليا. اللي بعده بيقول لي القاسم المشترك، يعني الحاجة المشتركة بين مؤتمر كامب ديفيد 1978 ومؤتمر مدريد للسلام 1991 تتمثل في وضع أطر وضوابط لعملية السلام بين إسرائيل والعرب. طبعا صح، الاثنين كان بعدهم مباشرة اتفاق للسلام. اللي بعده، اتخذت اتفاقية أوسلو سنة 1993 الشكل الرسمي والإطار القانوني في دولة الولايات المتحدة الأمريكية بالظبط، لما قلنا تم توقيعها في واشنطن برعاية أمريكية. يبقى اتخذت الشكل الرسمي، خلاص كده بقت عبارة عن اتفاقية رسمية في مدينة واشنطن عاصمة الولايات المتحدة الأمريكية. 9، عارضت مصر اتفاقية أوسلو. أقول له غلط يا مستر، هي ما عارضتش، هي أيدت أي اتفاقية بتقول إن احنا إسرائيل تنسحب من الأراضي التي احتلتها، وكمان إقامة السلطة الوطنية الفلسطينية. 10، من مزايا السلام وإنهاء الصراع العربي الإسرائيلي دفع عجلة التنمية في الدول العربية. طبعا دي حاجة مهمة جدا، صح. اللي بعده، من هو دعا مصر وإسرائيل لعقد مؤتمر كامب ديفيد للسلام؟ كان عندنا الرئيس الأمريكي، ولازم نحفظ اسمه، الرئيس الأمريكي كارتر. ولو كتبت له كارتر صح من غير كلمة الرئيس الأمريكي. عقد معاهدة السلام مع إسرائيل سنة 1979. طبعا عندنا الرئيس المصري السادات، محمد أنور السادات. عادت في عهده طابة إلى السيادة المصرية بعد اللجوء للتحكيم الدولي. طبعا عندنا الرئيس مبارك، اللي هو محمد حسني مبارك. اللي بعده، رتب الأحداث التاريخية الآتية من القديم إلى الحديث. معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل، مبادرة الرئيس السادات لزيارة إسرائيل، عقد مؤتمر كامب ديفيد، عقد مؤتمر مدريد، استعادة مصر لطابة، عقد اتفاقية أوسلو. في البداية خالص كده يا صديقي كان عندنا 1977. بص معايا، 77 ده مبادرة الرئيس السادات لزيارة إسرائيل. طبعا كده عندنا 78 كان عندنا مؤتمر كامب ديفيد. طب 3 يا صديقي عندنا معاهدة السلام سنة 1979. يبقى الترتيب 77 78 79. طب اللي بعده يا مستر قال لي استعادة مصر لطابة سنة 1989. يبقى دي 4. وبعد كده عملنا مؤتمر مدريد للسلام سنة 91. 5 و6 يا صديقي عقد اتفاقية أوسلو سنة 1993. يبقى كده عندك بالترتيب وكمان عندك بالأرقام عشان تعرف الترتيب جه ازاي. اللي بعده، بما تفسر زيارة الرئيس السادات لإسرائيل. ليه زار إسرائيل؟ بكل بساطة قال لك لإنهاء، نكبر القلم شوية،
لإنهاء الصراع العربي الإسرائيلي سلميا. أنا عايزين ننهي الصراع ما بيننا ده بالسلم. اللي بعده إحالة قضية طابة إلى محكمة العدل الدولية. ليه ودينا قضية طابة دي لمحكمة العدل الدولية؟ تقول لي بكل بساطة يا مستر بسبب حدوث خلاف. هو حصل خلاف ما بين مصر وإسرائيل حول تعيين مكان بعض علامات الحدود. احنا نقول طابة بتاعتنا وإسرائيل تقول لك لا مش بتاعتكم. طب نعمل إيه يا عم؟ نروح إلى محكمة العدل الدولية وهي اللي تحكم. يبقى بسبب حدوث خلاف حول تعيين مكان بعض علامات الحدود. اللي بعده عقد مؤتمر للسلام في مدريد باسبانيا. ليه عملنا مؤتمر اسمه مؤتمر مدريد باسبانيا او ليه اتعقد المؤتمر ده؟ قال لي بكل بساطه لانه دعا الى حل النزاع العربي الاسرائيلي على اساس الارض مقابل السلام وعلى اساس قرارات مجلس الامن. يعني ايه صديق الكلام ده؟ يعني ايه داعي الى حل النزاع العربي الاسرائيلي مقابل على اساس الارض مقابل السلام؟ يعني يا اسرائيل عايزه تعيش في سلام ادينا ارضنا. ده اسمه على اساس الارض مقابل السلام وعلى ضوء قرارات مجلس الامن. اللي بعده ما النتيجه المترتبه على زياره اسرائيل الرئيس السادات لاسرائيل؟ اللي ترتب لما الرئيس بتاعنا زار اسرائيل؟ نقول بكل بساطه مهد الطريق امام اسرائيل للقبول بمبدأ التفاوض. مع مين بقى؟ قال لي مع الأطراف المهتمة أو المعنية بقضية الصراع العربي الإسرائيلي. يبقى مهد الطريق. هو لما زار ده خلاص إسرائيل بدأت خلاص يبقى في عندنا وسيلة أو أرضية مشتركة إن احنا نبدأ نحل مع بعض نتفق. يبقى مهد الطريق أمام إسرائيل للقبول بمبدأ التفاوض مع الأطراف المعنية والمهتمية بحل قضية الصراع العربي الإسرائيلي. ما النتيجة المترتبة على توقيع معاهدة السلام؟ إيه اللي ترتب لما عملنا معاهدة السلام؟ نقول له تم رفع العلم المصري فوق سيناء 25 ابريل. بس لازم نقول الجمله دي ما عدا طابه يا مستر. طابه رجعت متاخر مش 82 89. اللي بعده ما النتيجه المترتبه على قرار التحكيم الدولي الصادر في سبتمبر 88 لما محكمه العدل الدوليه دي حكمت؟ قالت ايه؟ قالت ان مصر ان طابه دي بتاعت مصر. يبقى النتيجه المترتبه على ذلك عوده طابه الى السياده المصريه في عهد الرئيس الاسبق محمد حسني مبارك. يبقى النتيجه المترتبه على ذلك عوده طابة إلى مصر أو السيادة المصرية في عهد الرئيس محمد حسني مبارك. اللي بعده ما النتيجة المترتبة على مؤتمر مدريد للسلام؟ إيه اللي ترتب لما عملنا مؤتمر مدريد للسلام؟ نقول بكل بساطة عقدت مفاوضات سرية عقدت مفاوضات سرية بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية. يبقى إيه اللي ترتب على مؤتمر مدريد للسلام سنة 91؟ تم عقد مفاوضات سرية ومباحثات سرية ما بين إسرائيل من ناحية ومنظمة التحرير الفلسطينية التي نتج عنها إن هو تم عقد معاهدة في واشنطن سنة 1993 برعاية أمريكية. اللي بعده أيد بالأدلة التاريخية صحة كل عبارة. اديني الدليل. لعبت الولايات المتحدة الأمريكية دورا في تحقيق السلام بين مصر وإسرائيل. يعني أمريكا دي كان لها دور في تحقيق السلام. أقول لك يا صديقي هي عملت إيه؟
حيث انها دعا الرئيس الامريكي كارتر كل من الرئيس المصري السادات ورئيس وزراء اسرائيل بيجن لعقد اجتماعات في كامب ديفيد. يبقى حيث دعا الرئيس الامريكي كارتر كل من السادات اللي هو الرئيس المصري وبيجن اللي هو رئيس وزراء اسرائيل لعقد اجتماعات في كامب ديفيد. ده اكبر دليل. طب وممكن نقول له حاجه ثانيه يا مستر؟ ينفع نقول له حاجه ثانيه، كما انها عقدت معاهده السلام بين مصر واسرائيل بمشاركه ورعايه الولايات المتحده الامريكيه. اللي بعده يبقى كان لها دور في تحقيق السلام. اللي بعده بيقول التزمت مصر واسرائيل بحل المنازعات بالطرق السلميه بعد معاهده السلام. الدليل نقول له حيث انه عندما حدث خلاف على تعيين بعض اماكن الحدود تم الاتفاق بين مصر واسرائيل على اللجوء الى محكمه العدل الدوليه لاستعاده طابه. دول كمان حيث انه عندما حدث خلاف حول تعيين مكان بعض علامات الحدود بين مصر واسرائيل اتفق الطرفان على اللجوء لمحكمه العدل الدوليه لاستعاده طابه. فالاثنين ما دخلوش في حرب، لا خلاص احنا هنحترم المعاهده بتاعت السلام اللي بتقول انهاء الحرب وحل المنازعات بالطرق السلميه، فاحنا هنروح لمحكمه العدل الدوليه ونحل الخلافات بالطرق السلميه. اللي بعده بيقول لي اختيار السلام بين الامم بدلا من الحرب يعود بالنفع الاقتصادي على الشعوب. اديني دليل يا مستر ان فعلا اختيار السلام بيعود علينا بالنفع، بيقدر حاجات كتير قوي. رقم واحد تنشيط السياحه، وفي الحروف بتوع عليه كده. تنشيط مين؟ تنشيط السياحه الذي يؤدي الى زياده الدخل القومي. السياحه بتزود دخل مين؟ القومي. طب وكمان بقى مين؟ وزياده العملات الاجنبيه. طب وكمان دفع عجله التنميه وزياده الاستثمارات، وده كله عباره عن نفع اقتصادي. يبقى نقول له بكل بساطه حيث ان اختيار السلام، نبدا اول كلمتين من السؤال ونكمل. حيث ان اختيار السلام يؤدي الى تنشيط السياحه مما يؤدي الى زياده الدخل القومي وزياده العملات الاجنبيه، بالاضافه الى دفع عجله التنميه وزياده الاستثمارات. ده كله يا صديقي نفع اقتصادي. اللي بعده قارن بين كل من اهم نصوص قرار مجلس الامن رقم 242 بتوع الدرس اللي فات واهم نصوص معاهده السلام في 79. اسمعهم مني وركز قوي. اهم نصوص قرار مجلس الامن رقم 242 اللي حصلت بعد حرب 67. قال لي رقم واحد انهاء حاله الحرب بين مصر واسرائيل او بين العرب واسرائيل. انهاء حاله الحرب بين العرب واسرائيل. طب ايه كمان يا مستر؟ احترام سياده دول المنطقه على اراضيها. احترام سياده دول المنطقه على اراضيها قلناها. حريه الملاحه في الممرات الدوليه، بالاضافه الى انشاء مناطق منزوعه السلاح ما بين مصر واسرائيل. واهم نقطه هي الخامسه انسحاب اسرائيل الكامل من الاراضي التي احتلتها في 67. ده بالنسبه لبنود قرار مجلس الامن رقم 242. طب اهم نصوص معاهده السلام، قال لي اهم بند فيهم هو انسحاب اسرائيل من سيناء الكامل. انسحاب اسرائيل الكامل من سيناء. طب رقم 2 قال لي انهاء الصراع بين مصر واسرائيل وحل المنازعات بالطرق السلميه. طب ايه كمان يا مستر؟ قال لي البدء في مفاوضات لانشاء حكم ذات الفلسطينيين في الضفه الغربيه وقطاع غزه. طب ايه كمان يا مستر؟ احترام كل طرف لسيادته واستقلال الطرف الاخر. طب ممكن نعمل ايه؟ قال لي اقامه علاقات ما بين البلدين من مصر واسرائيل وديه من الناحيه الثقافيه والاقتصاديه وكمان السياسيه. ايه كمان؟ التطبيق الكامل لقرار مجلس الامن رقم 242. ده كله يا صديقي عباره عن عندنا 8 بنود بتوعت معاهده السلام سنه 1979. من اهم البنود اللي فيها اللي هو انسحاب اسرائيل الكامل من سيناء، وكمان ما ننساش القضيه الفلسطينيه في كل مره بنتكلم عليها، رغم ان احنا طالعين من حرب وداخلين في معاهده سلام، ولكن مش بننسى ابدا القضيه الفلسطينيه. البدء بمفاوضات لانشاء حكم ذاتي للفلسطينيين في قطاع غزه والضفه الغربيه. اللي بعده بيقول لي مؤتمر كامب ديفيد
للسلام في 78 ومؤتمر مدريد للسلام 91 من حيث الدولة المستضيفة. الدولة اللي استضيفت كامب ديفيد كان عندنا الولايات المتحدة الأمريكية. طب ايه يا مستر النتيجة المترتبة على ذلك على مؤتمر كامب ديفيد؟ لسه قايل لك عليها، تم التوصل إلى إطار اتفاق للسلام بين مصر وإسرائيل. طب هنا مؤتمر مدريد للسلام، من اسم مدريد يبقى عندنا إسبانيا، لأن مدريد دي عاصمة إسبانيا. طب النتيجة المترتبة يا مستر، تم عقد مفاوضات سرية بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية. اللي بعده بيقول لي ماذا يحدث إذا؟ إيه اللي هيحصل لو فشل مؤتمر كامب ديفيد سنة 1978؟ نجيب من النتيجة المترتبة عليها ونعكسها له. كنا بنقول في مؤتمر كامب ديفيد لسه قايلها من شوية، التوصل إلى اتفاق للسلام، عدم التوصل إلى إطار، دي الإجابة، عدم التوصل إلى إطار اتفاقية للسلام بين مصر وإسرائيل، وبالتالي عدم عقد معاهدة السلام. لما يتم توقيع معاهدة السلام في مارس 79 ايه اللي هيترتب؟ نقول له عدم رفع العلم المصري على سيناء مع طابة سنة 1982، مش هنرفعه، وعدم انهاء حالة الحرب بين مصر بين مصر وإسرائيل. اللي بعده، رفضت إسرائيل تنفيذ قرار مجلس محكمة العدل الدولية في سبتمبر 1988. لو إسرائيل قالت لك لا أنا مش هطلع من طابة، نقول له عدم استعادة طابة عن طريق محكمة العدل الدولية. طب ممكن نقول له حاجة تانية، اللجوء إلى استخدام القوة في استعادة طابة. خلاص بقى كده مفيش مفر إن احنا لازم نستخدم القوة مع إسرائيل عشان نرجع طابة. اللي بعده، ما رأيك في مبادرة الرئيس السادات بالذهاب إلى إسرائيل من أجل السلام؟ إيه رأيك فيها؟ أنت شايفها كويسة ولا لأ؟ تقول لي يا مستر أنا شايفها كويسة جدا، نقول له جيدة. طب ليه جيدة يا صديقي؟ بكل بساطة لأنها كانت الخطوة الأولى في تحقيق السلام العادل في المنطقة. طب ممكن نقول له حاجة تانية، رأي تاني خالص، نقول له لأنها مهدت الطريق، جيدة، لأنها مهدت الطريق أمام إسرائيل للقبول بمبدأ التفاوض مع الأطراف المهتمية والمعنية بقضية الصراع العربي الإسرائيلي. كل ده يا صديقي ده بالنسبة ما رأيك. ممكن حد تالت يقول لي بقى مين رأيك فيها مثلا إن هي جيدة لأنها من خلالها تم فيما بعد استعادة سيناء. بالظبط، احنا قلت لك خدنا جزء قليل جدا جدا من سيناء عن طريق الحرب، الجزء الأكبر خدناه عن طريق المعاهدات السلمية. دي كلها إجابات، ما رأيك؟ رأيي غير رأيك غير رأيها، فشوف اللي عندك وطلعه، ما تخافش، طول ما هو رأيي موجود في نطاق الكتاب الإجابة تحسب صح. يلا يا صديقي اللي بعده بيقول لي ما رأيك فيه؟ ايه رأيي في بنود معاهدة السلام سنة 79؟ جيدة. قول لي يا مستر جيدة ليه؟ بنود معاهدة السلام 79 لأنها أكدت على انسحاب إسرائيل الكامل من سيناء، وكمان إقامة حكم ذاتي للفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية. اللي بعده، ما رأيك في تأييد ومساندة مصر لحقوق الشعب الفلسطيني بعد حرب 73؟ ايه رأيك فيها؟ نقول له جيدة، لأن الشعب المصري لن ينسى حقوق الشعب الفلسطيني، حيث أن إحدى بنود معاهدة السلام أكدت على إقامة حكم ذاتي للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة. اللي بعد 12، ما موقف مصر من مؤتمر مدريد للسلام؟ ايه موقفها؟ السؤال ده مهم جدا. بكل بساطه بقول لي هكتبه لك، شاركت مصر، وانا هكتبه لك عشان الكلمه اللي جايه دي، شاركت مصر بفاعليه. ليه شاركت مصر بفاعليه في مؤتمر مدريد للسلام؟ نقول له شاركت مصر بفاعليه في مؤتمر مدريد للسلام لانه دعا الى حل الصراع العربي الاسرائيلي على اساس الارض مقابل السلام. يعني اسرائيل ادينا ارضنا عشان تعيش في مين؟ في سلام. نقول كمان يبقى موقف مصر عملت ايه؟ قال لي ده شاركت فيه بقوه بفاعليه لانه اكد على حل الصراع العربي الاسرائيلي على اساس الارض مقابل السلام. اللي بعده، ما العلاقه بين كل من مؤتمر كامب ديفيد ومعاهده السلام؟ هو في علاقه بين الاثنين؟ ده علاقه وطيده قويه جدا بين مؤتمر كامب ديفيد ومعاهده السلام. طب ايه يا مستر العلاقه بين الاثنين؟ نقول له حيث كان من نتائج مؤتمر كامب ديفيد التوصل الى اطار اتفاقيه للسلام بين مصر واسرائيل اللي هي معاهده السلام، لانها كان من نتائج مؤتمر كامب ديفيد التوصل الى اطار اتفاقيه او معاهده للسلام بين مصر واسرائيل. اللي بعده بيقول لي حدد تقييمك لمصداقيه كل عباره مما ياتي مع ذكر السبب. يعني قول لي هل هي صحيحه ولا لا، وقول لي
في الحالتين هي صح ليه او غلط ليه؟ واحد، استخدمت مصر عده وسائل لاستعاده اراضيها المحتله من اسرائيل. اقول له العباره مين؟ صحيحه يا مستر. طب قول لي صح ليه؟ بكل بساطه نقول له رقم واحد، مصر استخدمت اكتر من وسيله. الوسيله الاولى كانت عندنا حرب اكتوبر، دي اول وسيله. طب رقم اتنين يا مستر، قال لي السلام، ده الحرب. طب السلام عملنا ايه في السلام؟ قال لي عملنا اكتر حاجه في السلام. قال لي رقم واحد في السلام عملنا ايه؟ قال لي عقد معاهده السلام، ودي استردينا بيها معظم سيناء، يبقى عقد معاهده السلام مع اسرائيل. طب رقم اتنين، اللجوء الى محكمه العدل الدوليه. يبقى يا صديقي بكل بساطه هي صحيحه فعلا، عشان احنا استردينا سيناء باكتر من او ارضينا باكتر من اسلوب. اولا الحرب في 73، بعدها السلام، عملنا حاجتين في السلام. اول جزئيه معاهده السلام، والثانيه عندنا اللجوء الى محكمه العدل الدوليه استعاده طابه. اللي بعده بيقول لي يعد لجوء مصر واسرائيل للتحكيم الدولي تنفيذا عمليا لبنود معاهده السلام بينهم. هو فعلا لما احنا نلجا لمحكمه العدل الدوليه ده تنفيذ؟ نقول له حيث عندما حدث خلاف بين مصر واسرائيل على تعيين بعض علامات الحدود اللي هي بين قوسين طابه، اتفق الطرفان على اللجوء لمحكمه العدل الدوليه، ما حاربوش بعض. فاحنا كده فعلا نفذنا عمليا مش بالبق بنود معاهده السلام. اللي بعده، يعتبر قرار مجلس الامن رقم 242 سنه 1967 الاساس لمعاهده السلام. نقول له برضه العباره صحيحه، وركز معايا قوي السؤال ده مهم جدا. هقول لك سؤال كمان ومخمخه، بيقول لي قرار مجلس الامن رقم 242 سنه 1967 هو الاساس لمعاهده السلام بتاع 79. اديني فعلا ان هو فعلا كان الاساس. نقول له لانه احد بنود معاهده السلام التطبيق الكامل لقرار مجلس الامن رقم 242. نقول كمان حيث انه كان احد بنود معاهده السلام التطبيق الكامل لقرار مجلس الامن رقم 242، يبقى ده الاساس. اللي بعده يا صديقي قال لي تمثل الصوره المقابله احدى مراحل عمليه السلام بين مصر واسرائيل سنه 1979. حدد اهم البنود دي يا صديقي. معاهده السلام هتلاقي عاملها لك في المقارنه، قايل لك البنود كلها 8 بنود. الدوله الراعيه لتلك المعاهده، مين الدوله كانت بترعى كده؟ الولايات، طبعا الولايات المتحده الامريكيه. وبكده يا صديقي بخلصنا مع بعضينا اسئله الدرس الرابع مصر والصراع العربي الاسرائيلي. ما تنساش يا صديقي لو مش عامل سبسكرايب تعمل سبسكرايب، وادعمنا كمان بكومنت وشير عشان الدال على الخير كفاعله، وتنتظرنا فيديوهات جديده، وتفعل كمان زر الجرس. بالتوفيق يا صديقي، واشوفك باذن الله على خير في فيديو جديد. بالتوفيق دايما.